برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. اهلا بكل مستمع راديو برونتو اف ام. انا ندى حسام وانتوا دلوقتي بتسمعوا برنامج هو في ايه. الغريب بقى مألوف، كل حاجه بقت مختلفه والالوان بقت عباره عن اسود وبس، والرؤيه بقت ضبابيه قوي. بقينا في المنطقه الرماديه مش عارفين احنا فين ورايحين على فين، واول حد حس بكده عدوية فراح مغني هو احنا في ايه، مشوارنا ده ايه. الموضوع شكله كبر قوي يا سيد، وبقيت محاصر بانك يا تكون معانا يا تحصل مغاوري، فبتضطر تكون معانا عشان ما تحصلش مغاوري. طب وبعدين هتفضل بتدور في دوامة كبيرة ملهاش آخر. يحطوا معايير للجمال وسكتنا، يدافعوا عن اللوبيا وسكتنا برضه، لكن اللي عمرنا ما ينفع نسكت عليه مزاج البني آدمين. تصحى رايق تقوم شايف إن الخيانة والكذب لو في مبرر يبقى حلال، وإن الرجولة موضة قديمة، وإن الارتباط تسلية واللعبة في إيد حميدة. وهوب يجي حد يقولك ما فيهاش عيب والله يا عمدة، بس طلعت فيمينيست، فيروح عمدة قايل له تنتقم الرب بقى، وكأن اللي بقت فاهمة حقوقها وواجباتها بقت كائن وحشي لابد القضاء عليه. ودي كانت بعد من غرائب حميدة ندخل على طرائف وعجائب انشراح، اللي تقول لصاحبتها عايزاه اوبن مايند ما حسش كده بوجوده، وشوية تلاقيها بتعيط وتقول لصاحبتها ده عصبي ومتحكم وشوية كويس وشويتين وحش، فصاحبتها تقول لها ده توكسيك ابعدي عنه بسرعة، فتروح تقول لها هذا هو ذوقي المفضل. ولكن كل ده مقدور عليه برضه، لكن اللي ما تقدرش عليه اننا نلاقي انشراح هي اللي بقت اوبن مايند على البحري، وشايفة ان طول ما الحياة ايزي يبقى اللي يمنع يا عزيزي. وعندما تأتي اللحظة الحاسمة، لحظة اندماج غرائب حميدة وانشراح، فيحصل قفلة في الأجيال، ويظهر لنا حميدة وانشراح بارت 2 النسخة المتطورة. وكأي نسخة جديدة بينزل معاها الأبديت، وبيكون زي ما قال محمد سعد في خالتي قطوطة ايه اللي جاب القلعة جنب البحر. وفي نهاية حلقتنا يحضرني جملة محمد سعد ايه العالم دولت يعلم يا مجانين. ولكن السؤال المهم لكل مستمع راديو برونتو، ايه الحاجات الغريبة التانية اللي بتشوفوها في المجتمع وما ينفعش يتسكت عليها؟ استنى اسمع رأيكم. وبكده خلصت حلقتنا، اشوفكم على خير في حلقة جديدة من برنامج هو في ايه.